ستي قالت لي يطيب العليل وينسى جميل المداوي. المثل ده من الامثال اللي بتتكلم على نكران الجميل، على انه بيقولك فيه يطيب العليل، الشخص التعبان لما بيطيب بينسى جميل المداوي، الشخص اللي دواه اصلا، الحد اللي وقف معاه. المثل ده بيتقال على الناس اللي بتنكر جميلك. لو مثلا وقفت جنب حد في مشكله، في ازمه معينه، في حاجه معينه، واول لما يطلع منها بينساك وبينسى اللي انت عملته معاه. لو انت شخص طول الوقت طيب ومعطاء للشخص اللي معاك، اول ما ربنا يكرمه او ربنا يديله تلاقيه نسيك، مبقاش فاكرك، مبقاش عايزك تبقى معاه، بينسى الجميل. الشخص اللي ما بيفتكرش قد ايه الحد ده وقف معاه او وقف جنبه او سنده وساعده، سواء حتى لو بمسانده نفسيه. لو هو وقف معاك وسمع لك في مره فهو سمعك، اول لما يحصل حاجه وتطيب او مشكلتك تخلص ما ترجعش تكلمه. زي الاصحاب اللي تلاقيهم دايما يكلموا بعض في المشاكل، طب وفي الحاجات الحلوه مش موجودين؟ ليه بتنساني في الحاجه الحلوه وبتفتكرني دايما في المشكله؟ فالمثل من اكتر الامثال المهمه جدا عن نكران الجميل، فيقول لك يطيب العليل وينسى جميل المداوي. شكرا.